مرحبا بكم فيديو جديد ديال الكور انتروداكسيون سونس دو جيستيون. غادي نشوفوا هاد الحصه ليكول دو ريلاسيون هيومين. هاد l'école s'est développée en réaction contre les insuffisances de l'école classique dont elle est en effet complémentaire. المؤسسين ديال هاد المدرسه كملوا لو ترافاي ديال ليكول كلاسيك بحيث خدموا على الحاجات اللي كانوا ناقصين فيها. الفكره الاساسيه ديال ليكول دي ريلاسيون هيومين هي ان الانسان هو اهم عنصر في اي اورغانيزاسيون ودونك خاص الاهتمام به وتحفيزه باش يعطي احسن ما عنده. Les principaux auteurs de cette école sont Hilton Mayo, Abraham Maslow et MacGregor. Hilton Mayo اللي هو المؤسس الحقيقي لهاد ليكول. هيلتون مايو اكتشف عن طريق دراسة دارها في شركة ويسترن إلكتريك أن العمال كتزيد الإنتاجية ديالهم منين كيحسوا بالتقدير. هادشي جاي من أن كل إنسان كيحتاج بطبيعته يكون علاقات مع الآخرين ويتعاون معهم وينتمي لمجموعة اللي غيحس فيها بالأمان. هادشي كيناقض الافكار ديال ليكول كلاسيك اللي دافعت على الفكره ديال سول موتيفاسيون دو لوم اي لو سالير، واذا الانسان كيحركوه دوافع اخرى اكثر من الجوانب الماديه. هيلتون مايو انسيستي على تاطير وتشجيع العلاقات الاجتماعيه داخل لي زورغانيزاسيون وتخفيف القيود اللي جابتهم لا بيروقراسي عبر ترك هامش للتواصل غير رسمي اللي كنسميوه لا كومونيكاسيون انفورميل. دابا ندوزو لوتور الثاني اللي ساهم في تطور ليكول دي ريلاسيون هيومان اللي هو ابراهام ماسلو. ماسلو كمل في نفس الاتجاه اللي بداه مايو بحيث انه درس بشكل معمق احتياجات الانسان لي بيزوان هيومان وصنفهم لخمسه ديال الاصناف. هذا التصنيف معروف بلا بيراميد دو ماسلو ولا لا هيرارشي دي بيزوان. نبداو بلي بيزوان فيزيولوجيك هما احتياجات اللي كيتزادوا مع الانسان طبيعيه فيه اللي بحال الحاجه للاكل الشرب والنوم الى اخره. لي بوزوان دو سيكوريتي هي حاجه الانسان للامن والحفاظ على السلامه ديالو من كل الاخطار. مثلا اذا تعرض شي واحد لشي هجوم اول حاجه كيفكر فيها هي يحافظ على السلامه ديالو سواء بالهروب اذا كان ممكن او الدفاع على النفس. لي بوزوان دابارتونونس هي حاجه الانسان للانتماء لشي مجموعه بعوض يواجه التحديات بوحدو. القبائل والعشائر اللي كانوا منذ القدم هي تجسيد لهاد الحاجه. لي بوزوان ديستيم هي حاجة الإنسان باش يكون محبوب من الآخرين وعنده قيمة في نظر الناس اللي محيطين به. لي بوزوان داكومبليسمون هي حاجة الإنسان باش يحقق إنجازات ويحصل على مراتب عالية في المجتمع. خاصنا نعرفوا بلي هاد لي بوزوان سون كلاسي باغ اوردر هيرارشيك سو فورم دو بيراميد، يعني أننا ما يمكنش ندوزو لأن بوزوان حتى يكون اللي قبلو ساتيسفي. يعني ما يمكنش واحد ما لاقيش ما ياكل يقلب على الأمن، بالعكس حيت فيه الجوع يقد يسرق باش يشري ما ياكل. وهذا الشيء علاش الجرائم كتكون كثيره في المجتمعات اللي فيها الفقر والجوع. دابا ندوزو لو troisième auteur qui a contribué au développement de l'école des relations humaines اللي هو ماكغريغور. ماكغريغور كيدافع على فكره ان الشركات خاصها تفوض مسؤوليات لكل عامل باش يحس بقيمه اكبر وتستعمل ان ستيل دو ديريكسيون بارتيسيباتيف اي اسلوب تشاركي للاداره فين القرارات كتبنى بشكل تدريجي من المستويات الادنى للشركه حتى توصل لمركز القرار. باش نلخصوا ليكول دي ريلاسيون هيومان ممكن نقولوا بلي اكدات على البعد الاجتماعي ديال لورغانيزاسيون وكانت سباقه في تشجيع الشركات على تعزيز العنصر البشري والبحث عن الكفاءات الاقتصاديه. ايضا سلطت الضوء على الشعور بالانتماء الى مجموعه عمل عوض التركيز على الاشخاص منفردين. رغم القيمه اللي جابتها ليكول دي ريلاسيون هيومان تعرضت لمجموعه من الانتقادات. اولا التعاون والتقارب بين العمال كيبقى غير كافي للتحفيز. ثانيا ما عطاتش قيمه لدور التكنولوجيا. ثالثا الجهل ديالها بالدور ديال لونفيرونمون. واخيرا زاويه التحليل ديالها ضيقه حيت كتركز غير على الانسان الاجتماعي. حتى لهنا غنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش ديروا ابوني للشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ما تنساوش تتبعوا الحساب ديالي على الانستغرام فين كنشارك معلومات ونصائح مفيده.